انا غايبه عليكم بقالي 3 شهور تقريبا، وكتر خيركم في بعض الناس بعتت لي مسجات تسال عليا انت فين، اختفيتي فين وليه والكلام ده كله. فبجد شكرا لكل حد افتكرني. ففي فيديو النهارده هحط معاكم سكين كير وميك اب خفيف كده، عشان انا بقالي زمان قوي ما بحطش ميك اب، فحاسه ان انا نسيت الميك اب اصلا. فهنحط سكين كير وميك اب ونرغي مع بعض، اقول لكم اختفيت فين وليه وازاي وكل الكلام ده كله. واستحملوني عشان انا حاسه ان انا بصور لاول مره، فلسه مش فاهمه حاجه، لسه انا حاسه اني بعمل حاجه جديده من الاول خالص. هيكون في تقطيع كتير غالبا في الفيديو، وكمان بستخدم المايك القديم عشان اللابتوب بتاعي اللي انا بوصل عليه المايك اللي ورايا ده قاطع شحن، عشان ما فتحتوش تقريبا من 3 شهور. فمعرفتش اوصل المايك ده، فبستخدم المايك القديم. فاتمنى يكون الصوت واضح وكويس ولطيف. فلو مهتمين كملوا الفيديو. طيب السكين كير اللي انا بستخدمه ما اتغيرش تقريبا من ساعتها، بس مش فاكره حتى انا وريت لكم كل الحاجات دي ولا لا. بس بستخدم السنيل ميوسن ده من كوزر اكس، هو نفس الازازه حتى، يعني خلاص بتخلص. وبستعمل، مش فاكره وريتكم المرطب ده على اليوتيوب ولا لا. ده من ماركه اسمها بيوريتو، هي ماركه كوري، اسمه بي 5 بانثينول بري بارير كريم. ده شكله وهو حلو قوي في بي 5، عشان اللي كان حابب يشتري اللي هو اللاروش بوسيه. كان اسمه ايه اللي هو، هحط لكم صورته هنا، اللي هو كان اختفى فجأة وبعدين رجع وغلي، وبعد كده جت المقاطعة فالناس بطلت وكانت عايزة بدايل ليه. فهي في نفس مادة البي 5 دي، اللي هي المفروض فايدتها انها بترمم حاجز البشرة، وخفيف اخف بكتير كمان من بتاع لاروش، فبقيت استخدمه زي المرطب العادي. والسان سكرين بستخدم الايزن 3 هايلورونيك اسيد ووتري سان جل، وده برضو قرب يخلص، بس عندي علبة تانية لسه ما اتفتحتش، فهنحاول نخلص ده النهارده. ونفسي مقطوع وهحكي لكم ليه دلوقتي، بس خلينا نحط السكين كير الاول. وحشتوني، اكتبوا لي في الكومنتس اخباركم ايه، انتوا كويسين؟ ويعني السبب ان انا اختفيت هو ان احنا في شهر 5 اظن، على نص 5 كده، اظن على نص شهر مايو عرفت ان انا حامل. فطبعا يعني حصل حاجات كتير بقى، وانتوا عارفين تعب الحمل وكده. هحكي لكم بقى كل الاعراض بتاعه الحمل والكلام ده كله في الفيديو في تفاصيله، بس ده يعني السبب اللي خلاني اختفي. حسيت بقى يعني ان مش مهتمه خالص ان انا احط ميك اب اصلا وكده، فعشان كده ما كنتش بصور، غير التعب والكلام ده كله. بس هو ده السبب ان انا اختفيت. ده الكونسيستنسي بتاعه المرطب، يعني شايفين هو مش تقيل خالص زي بتاع لاروش، بس بيتوزع حلو قوي وبيتشرب كمان بسهولة. وطبعا من بعد الحمل بشرتي زي ما انتم شايفين بدأت تتبهدل تاني. طبعا اللي متابعني من 2018 او 19 من اول ما عملت القناة دي هيكون عارف بشرتي كانت عاملة ازاي ساعتها. فده بالنسبة لي يعني مش وحش خالص، فانا مش متضايقة خالص ان وشي بقى عامل كده، لان انا الفترة تقريبا طول سنة ونص، السنتين اللي فاتوا كنت بتعالج بسبب الحبوب والكلام ده، وكان وشي ظبط جدا. يعني تقدروا تشوفوا، اظن ممكن تشوفوا يعني اخر كام فيديو كده تشوفوا بشرتي كانت عامله ازاي. كانت حالتها كويسه، وما كانش بشرتي بطلت تطلع حبوب، بس بقت حالتها احسن بكتير جدا يعني. فبالنسبه لي يعني بغض النظر ان دي حبايه ضخمه قوي، بس هي غالبا زي يكون كذا حبايه في بعض طلعوا جنب بعض فعملوا الابومينيشن ده. بس عامه يعني ده حجم الحبوب اللي بيطلع لي العادي. دي الحاجات دي بسيبكم دي يعني. فالموضوع مش اسوأ حاجة، فانا مش متضايقة خالص من الموضوع، وبحاول اتعايش معاه، او مش بحاول، انا متعايشة معاه فعلا يعني. وبحاول اخد بالي من السكين كير بتاعي وكده. بس طبعا يعني مش قادرة احكي لكم الواحد بيبقى تعبان ازاي في الحمل وكده. وانا الحمد لله يعني بيزد على كلام الناس او خبرات الناس التانية في الحمل، حالتي مش اسوأ حاجة. فبحمد ربنا على الموضوع ده، لان انا شخصيه عامه، يعني اللي يعرفني يعرف ان انا ما بستحملش يعني لو في ناموسه قرصتني ممكن من الوجع بتاع القرصه عيطت يعني. فانا يعني الحمد لله بيزد على كلام الناس حالتي مش سيئه. وقعت سان سكرين على الترابيزه. طب يعني هم دول الشويه اللي كانوا في البتاع وانا وقعتهم، لا هو لسه في شويه بس. فانا يعني الحمد لله حالتي يعني مش سيئة، وبالذات كمان خلاص الحمد لله عدينا اول 3 شهور، فالدنيا بدأت تتحسن جدا جدا.
وبرضو السكين كير يعني بقيت ان انا احطه قليل قوي، عشان كده برضو يعني بشرتي مش مبسوطة قوي الفترة دي، لان انا يعني معرفش هي بقى ان انا تعبانة ولا هي برايورتيز اصلا، الواحد بقى يركز في حاجات تانية. بس بشرتي بقيت مثلا ممكن افوت اسبوع ما احطش سكين كير، بس من بعد اول 3 شهور لما خلصوا وحسيت ان انا صحتي بقت احسن وبقى نشاطي بدأ يرجع تاني، مش زي قبل الحمل، بس يعني الواحد بدأ يتحرك تاني، لا بدأت يعني ارجع اهتم شوية ببشرتي. لو خارجة مثلا هحط سان سكرين، بعد الشاورز مثلا بحط السكين كير بتاعي. لكن مثلا لو في ايام انا ما ولا خدت شاور ولا نازله ولا اي حاجه، ممكن يعدي يوم وما احطش. بس يعني بشرتي مش اسوأ حاجه، عشان كده مكبره دماغي من الموضوع بصراحه. بس بحاول ان انا يعني اتليست مره في اليوم احط سكين كير، الصبح بقى بالليل مش فارقه، بس يعني بحاول ان انا انتظم. وانا من قله ما حطيت ميك اب اصلا الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني حاسه ان انا ناسيه الميك اب اساسا. بس يعني هحاول ان انا اعمل حتى يعني نو ميك اب لوك او حاجه كده تبقى خفيفه، ما يبقاش فيها سكيلز، مش محتاج مني سكيلز كتير او مهارات فنيه كتير. بمسح بس السان سكرين اللي انا وقعته، بحيث ان انا ارجع الباشن بتاعي، حبي للميك اب، من غير ما ابوظ شكلي واكره الميك اب. ده الليب بالم او الليب اسمه بيبتايد ليب تنت من براند اسمها رود. دي براند بتاعت هيلي بيبر. انا على فكره بالنسبه للميك اب، عشان بيجيلي كومنتس كتير سخيفه وقليله الادب على ان انا ازاي بستخدم حاجات مقاطعه، واللي متابعني واللي عارف فيديوهاتي كويس عارف ان كل الحاجات المقاطعه اللي عندي انا شارياها من زمان، من قبل اي حاجه تحصل، ولسه بستخدمها لان انا مش هرميها، مش فلوس حرام هي، فانا مش هرميها وبستخدمها. فاللي انا هعمله النهارده، انا هبقى على طبيعتي، انا مش هقعد افكر هقول بستخدم ايه وما بستخدمش ايه. اللي هيكتب لي كومنت قليل ادب انا يعني بعمل له بلوك، عشان في ناس بتقعد تقول ان انا بعمل اعلانات وبكسب فلوس. انا ما بكسبش فلوس، يعني اللي شايف عدد المشتركين على القناه يعرف ان انا ما بكسبش فلوس من الفيديوهات بتاعتي. انا عندي شغل فول تايم، بشتغل موظفه في شركه عادي وبقبض كل شهر والكلام ده، فانا مش محتاجه فلوس من الفيديوهات دي الحمد لله. انا بعملها عشان انا بحب الميك اب، بحب اساعد الناس. فاللي هيكتب لي كومنت قليل ادب او مش محترم او مش عاجبني هعمل له بلوك وخلاص، عشان مش مهتمه خالص. ومش الهدف ان انا بقول ايه المنتج او ما بقولش ايه المنتج ان انا بعلن عنه، لا، انا عشان في ناس عايزه تعرف، في ناس مش فارق معاها، ودي حاجه شخصيه، يعني ده قرار شخصي، مش فارق معاها يعرفوا المنتج ده مقاطع او مش مقاطع. فانا هبقى على طبيعتي، لو افتكرت ان في حاجه مقاطعه فانا مش هقول عليها، لو قلت عليها فانا مش المقصود بيها حاجه، بس هي الحاجه عندي وبستخدمها. فاللي عنده كلام مش محترم عايز يكتبه في الكومنت يتفضل، بس انا هعمل لكم بلوك، ما تزعلوش يعني، ما علينا. فمش فاكره كنت بقول ايه، كنت بتكلم على الليب بالم ده. هو غالي جدا، انا اشتريته مش فاكره بكام، ب1000 وحاجه الليب بالم ده. هو فعلا احسن ليب بالم استخدمته ايفر في حياتي، غالبا بسبب ان هو في حاجه اسمها بيبتايد دي، ودي بقى اظن انها برضو بترمم حاجز البشره. وطبعا من قله اهتمامي بالسكين كير في الفتره الاولانيه، ودلوقتي كمان شفايفي كانت بتقشف لدرجه انها بتعور، احط ده مره واحده في اليوم، اصحى تاني يوم كأن شفايفي ما حصلهاش حاجه. فبجد هو يعني هو غالي، انا جبته بالغالي بالمصري، يعني لو كنت جبته بسعره الاصلي بالدولار كان هيقف عليا ارخص طبعا، بس جبته من بيج هنا في مصر، فطبعا بيحب يزودوا على السعر الاصلي. فبس هو فعلا حلو جدا للي مهتم وعايز يجرب. هو اسمه رود بيبتايد ليب تنت، ودي درجه اسمها ريبن. هو تنتد، بس اللون بتاعه خفيف قوي، يعني هحاول اعمل لكم سواتش كده على ايدي. يعني هو لونه كده لما بيطلع، بس طبعا على الشفايف ما بيبانش اللون خالص. فانا هستهلك اللي انا طلعتهم دول عشان هو غالي، فانا حرام ارميها. وفي منه الوان وفي منه الوان تانية يعني، وفي منه شفاف، بس هي نفس الفورميلا بالظبط للي حابب يستثمر ويجيب حاجه فعلا حلوه للشفايف. غير ان في الايام يعني مثلا لو انا خارجه واقوم حطاه ويبقى بيدي فينش جلوسي كده حلو قوي للشفايف، زائد ان هو زي ما قلت لكم بيعالج الجفاف بتاع الشفايف. حتى احلى من اللاناج اللي هو في برطمان ده، انا اديته لاختي من بعد ما جبت ده.
لان هو التاني كان شكله حلو، لمعته حلوه وريحته ده من غير ريحه للناس اللي بتتاذي من الروايح. وانا في اول فتره في الحمل انا ما كنتش عايزه اشم اي حاجه في حياتي، فده كان مفيد قوي في الموضوع ده. اللاناج لمعته حلوه وريحته حلوه وشكله حلو وكل حاجه، بس ما بحسش ان هو كان بيعالج، يعني كان بيرطب ترطيب عادي، اللي هو لو مقشفه شويه طول ما انت حطاه هو حاسه بالترطيب، بس اول ما بيتشال ما بتحسيش ان هو صلح حاجه، هو بس مجرد زي لير كده فوق الشفايف تحسسك بالترطيب. ده بحس ان هو فعلا بيعالج. يعني هحط البرايمر بتاع ميلك ده اللي هو الستيكي برايمر، هو اسمه ميلك هايدرو جريب برايمر. مش فاكره اخر مره استعملت برايمر عامه كان امتى، بس هحطه بحيث يعني يساعد في يعني بيدي ترطيب حلو للبشره، في نفس الوقت بيساعد الميك اب انه يثبت مكانه. وطبعا مع قله اهتمامي برضو بالسكين كير، بشرتي بدات تقشر كده في حتت معينه، عشان كده المرطب اللي انا وريتهولكوا ده بحس انه بيساعد قوي. يعني بحطه من هنا تاني يوم ما بلاقيش اي تقشير من الموجود ده. وطبعا بشرتي نفسها يعني زي ما يكون نوعيتها اختلفت. ايام بحس انها اويلي جدا او دهنيه جدا، وايام تانية بحس انها جافه. فانا يعني كل يوم بشرتي بحال، فموضوع بقى غريب قوي، بس يعني عادي، كلها مشاكل سطحيه. المهم احكي لكم بقى على الاعراض بتاعه الحمل اللي انا حسيت بيها من قبل ما اعرف. كنت دايما بحس ان بطني يعني مش وجعاني، بس زي ما يكون في تقل كده، في حاجه متحجره كده في اسفل البطن، يعني الحته اللي تحت دي. ويعني كان احساس مزعج شويه، مش وجع، بس اللي هو مضايقني على طول، قاعده متضايقه متضايقه متضايقه. وطبعا يعني اللي عارف اختبارات الحمل لازم تتاخد في وقت معين، ففكره بقى ان انا قاعده تعبانه ومش عارفه اعرف حاجه، يعني ما فيش في ايديا غير ان انا استنى وقت معين عشان اخد فيه الاختبار. ده كانت فتره رخمه الصراحه. بس بعديها بفتره يعني مش طويله خالص، هي بالنسبه لي كانت طويله، كانت اطول فتره في حياتي، بس يعني in the grand scheme of things هي مش فتره طويله. عرفنا بعد كده ان انا حامل، وطبعا مش قادره احكي الاول مش عارفه، يعني اول شهر مثلا اظن ما كنتش حاسه باي حاجه، كانش في حاجه مختلفه خالص. وكنت مستغربه لان كنت عارفه بقى الناس بقى في اول فتره المعده تقلب ومش عارف الكلام ده، وانا يعني ما كانش في اي حاجه من الكلام ده. وقلت ايه ده، الحمد لله انا مش هيحصل لي اي حاجه من حاجات الترجيع وقلبة المعده والكلام ده، لان انا يعني من وانا طفله عندي عقده من الترجيع لاسباب مش هنخوض فيها دلوقتي. بس يعني فعلا الترجيع بيبقى مرعب، من حاجه مخيفه، حاجه بتخوفني، يعني مش اللي هو يعني اللي هو قشطه برجعه عادي وبتاع، لا كان الموضوع مرعب بالنسبه لي. فانا فرحت قوي الفتره دي ان ما كانش عندي اي من الاعراض دي. قلت خلاص بقى الدنيا هتعدي بسلاسه ومش عارف ايه، لحد اظن بدايه الشهر التاني اظن كده لو انا فاكره صح. يعني في وقت ما يعني في الاول اولا بقيت احس ان حاسه الشم عندي اتضربت في 120، يعني بقيت اشم الحاجه بقوه غريبه لدرجه يعني حتى لو ريحه حلوه انا بحبها بقيت اشمها 120 ضعف مثلا. فبقيت اقرف من ريحتها حتى لو ريحه حلوه انا بحبها، يعني مش بالضروره انها تبقى ريحه زباله مثلا او ريحه مجاري او ريحه حاجه، لا هي اي ريحه بقت مضروبه في مليون. فانا بقيت كارهه الريحه او كارهه اشم حاجه اصلا. وبقت ده بقى بدا ان هو يتريجر ان انا معدتي تقلب او ان انا اقرف او كده. مش عارفه ارسم حواجبي اصلا، ايه اللي انا عملته ده؟ في كلكات هنا، احاول ابلندها كده بالفرشه. مش بقول لكم نسيت الميك اب اصلا. مش هاخد كونسيلر، احاول اخبي البتاعه دي لانها لونها احمر قوي، فانا يعني هحاول ان انا اداري عليها شويه. ما اعرفش ده هيثبت قد ايه، بس هسيبها يعني تقعد هيسيب الكونسيلر يقعد عليها فتره، يعني ان شاء الله ينشف، ما عنديش مشكله. وممكن على الباقيين برضو يعني كده كده الفاونديشن هتخبيهم، بس ما فيش مشكله. بس فبدات بقى في المرحله دي كده ان انا اقرف من اي حاجه، بقرف كل حاجه تقرفني، بس عشان انا حسيت الشم عندي اتضربت بقت اضعاف، فبقيت حاسه ان انا على طول في شم ريحه، في ريحه معينه انا شمها وبتقرفني.
هستخدم كونسيلر خلاص مش هقول هو ايه، بس يعني هو عندي من زمان وما استخدمتوش كتير. ليه؟ بسبب ان بشرتي كانت ساعتها جافة، وكان من هنا عندي تقشير جامد بسبب الجفاف. فكنت بحس ان هو بيزود لي الجفاف. فدلوقتي بقيت لما بستخدمه بحس ان هو كويس. هستخدم الاول الكولر كوريكتور بتاع هدى بيوتي، دي درجة بينك بومالو، وبحط منها خفيف قوي كده، يعني بسبب ان الهالات السوداء عندي يعني مش قوية قوي، بس بحس انه بيصلح اللون الغامق شوية. فكنت بقول لكم ان الروايح بقى كلها بقت قوية قوي، واي حاجة بتقرفني، ريحة حلوة بتقرفني، ريحة وحشة بتقرفني، عدم وجود ريحة بيقرفني. يعني كل حاجة بقت يعني بتريجرني لدرجة مؤذية، مش يعني بجد الموضوع مش طبيعي. بس ما كنتش يعني مش كل ما اقرف كنت برجع، لا، بس كنت على طول بعمل اللي هو الصوت اللي قبل الترجيع. طب مش هعمله عشان يعني لو حد بيقرف او بيجت تريجرد ما يقومش يرجع بسببي يعني. عارفين الصوت او الحركة اللي البطن بتعملها قبل الترجيع، بس ما كنتش برجع. بس في الاخر يعني وصلت ان انا رجعت في فترة اول 3 شهور دي، مثلا عايزة اقول ايه، مثلا 5 مرات. ويعني ايام كتير كانت بتبقى بسبب، وايام تانية كانت بتبقى من غير سبب، اللي هو انا صاحيه ارجع، يعني انا صاحيه من النوم قايمه ارجع. فدي كانت فتره صعبه قوي بالنسبه لي، لان بقول لكم موضوع الترجيع ده بالنسبه لي يعني رعب وخوف يعني. فبالنسبه لي ما كانتش فتره عاديه يعني. هستخدم بقى الكونسيلر ده، هو بامب، فانا هنزل شويه كده. هو ناشف ولا ايه؟ فمش هنزل حته كمان. هستخدمه هجيبه بالفرشه دي واوزعه سبونج. دي كانت اول الفتره بتاعت ال3 شهور الاولى. كان ما كنتش بقى قادره اقوم اعمل اي حاجه، كان الطاقه عندي صفر بمعنى الكلمه يعني. وانا اللي هو السنه اللي فاتت كلها كنت منتظمه بروح اتمرن تمارين تقيله، يعني مش يعني كان عندي بيرسونال ترينر كمان، وكان بقى تمارين قوي، يعني مش تمارين سهله خالص، تمارين صعبه. وبدات اخس وجسمي يظبط والكلام ده كله. طبعا كل ده راح. وقعدت يعني، اصلا الدكتور قال لي اول 3 شهور بلاش تمارين. انا عارفه انها مدارس وفي ناس بتكمل تمرين عادي في اول 3 شهور، بس هو طبعا عشان نحاول نتجنب اي ريسك او اي خطوره كان مانع عني كذا حاجه، بس للامان يعني، مش لسبب معين. يعني الطاقه كانت عندي صفر، ومكنتش بقدر حتى يعني، انا معظم شغلي من البيت. فكره ان انا افتح لابتوب وابص على الشغل دي كانت بالنسبه لي يعني كاني هقوم اجري ماراثون. مع اني قاعده على الكنبه في مكاني ما بعملش حاجه، بس كان بالنسبه لي مجهود غريب يعني. انا حطيت طبقه خفيفه من الكونسيلر ده، وهو مناسب قوي لون بشرتي دلوقتي، بس يعني هكتفي بهذا القدر لحد ما احط الفاونديشن وبقيه الحاجه، ونشوف اذا كنت محتاجه تاني ولا لا. طبعا بقى بسبب ان انا قرفانه من كل حاجه، دخول المطبخ ده بالنسبه لي كأن حد بيقول لي قومي حطي نطي في البحر، او انزلي ولعي في نفسك. يعني كان بالنسبه لي عذاب فكره بس دخول، ان انا اعدي من قدام المطبخ ده اصلا يعني مشكله، وان انا اعمل اكل او اطبخ اكل. فبجد معظم الفتره دي كان كل اكلنا من بره، وطبعا دي مش حاجه صحيه جدا، بس ما كانش فيه اوبشن يعني كان استحاله اقوم اعمل اكل، لا حالتي الصحيه تقدر، يعني فيزيكلي انا مش قادره اصلا اقوم من مكاني. وثانيا الاكل، فكره ان انا اطبخ بقى واشم روايح وكده كانت بالنسبه لي مستحيله يعني. فطبعا جبنا اتعور، او جيب عمر اتعور في الفتره دي، وصحتنا طبعا، والاكل ما كانش صحي. ما كنتش قادره اكل حاجه صح، كل حاجه صحيه كانت بتخليني عايزه ارجع. السلطه، الخضار، اي حاجه تكون هيلثي المفروض ان انا اكلها، يعني المفروض اهتم بصحتي واكلها، كانت بتخليني اقرف خالص. فكان الاكل كله مش صحي. اجيب حاجات مقليه ماشي، اجيب حاجات شيبسي او سناكس او كده ماشي، كل ده تمام، لكن اي حاجه صحيه ما كانتش تمام خالص معايا. بس لما طبعا رحت للدكتور، لانه كان قايل لي لازم تاكلي صحي،
قال لي احنا الخساره بتاعتنا ان احنا ان انا ارجع، يعني دي يعني الهدف ان انا احاول ما ارجعش، فطول ما انا ما برجعش يبقى احنا كده تمام. بس طبعا دي الفتره الاولانيه يعني، لكن المفروض بقى بعد كده ارجع احاول اظبط اكلي تاني، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي طبعا. فكان موضوع مضحك بالنسبه لي ان كل الاكل اللي انا كنت عارفه اكله هو الاكل اللي مش صحي. بس بحاول دلوقتي ان انا بما اني بدات ارجع اكل عادي تاني، ارجع ما بقاش قرفانه قوي. لسه في ايام ببقى قرفانه فيها، او في حاجات بتريجرمي او روايح معينه بتخليني مش طايقه نفسي او عايزه ارجع. بس يعني احسن من الاول بكتير. فانا بدات ان انا تدريجيا كده الواحد يحاول يحسن من اكله والعادات بتاعته تاني. انا بحاول اظبط الكونتور الغريب اللي انا عملته في مناخيري ده، مش عارفه عملته ازاي، بس يعني مش مشكله. لسه كل ده حط عليهم فاونديشن اصلا، فمش قلقانه. مش بقولكوا فقدت حس الفني بتاعي خالص، حاسه ان انا كده ببوظه اكتر اصلا. فبحاول بقى ان انا اظبط بوظته في اول كام شهر دول. طبعا يعني دلوقتي بطني بدات تكبر شويه، بس مش مقتنعه بشكلي خالص. حاسه ان انا واحده تخينه ماشيه، مش ان انا حامل، لا ده تخن. فمش مقتنعه بشكلي خالص. حاسه شكلي غريب ومش متقبلاني. مش عارفه دي حاجه عاديه وطبيعيه ولا انا غريبه. يعني لو انتوا عندكم خبرات في هذا الموضوع قولولي. حاسه ان انا ظبطته شويه يعني. البرونزر هنا محتاج يزيد سنه بسيطه، عشان لو حطيت عليه فاونديشن هيختفي اصلا. وطبعا كده كده مع الحمل بيبقى فيه زياده في الوزن طبعا، غير الاكل المش صحي اللي انا كنت باكله، فوزني زاد عن الاول. بس يعني بنحاول نسيطر على الوضع دلوقتي بحيث ان انا مضربش جامد لحد اخر الحمل يعني. وحاجه كمان لاحظتها طبعا لما بطني بدات تكبر وما عدتش اصلا مستحمله اي حاجه ضيقه، يعني كل الجينز او اي حاجه تمسك على بطني ده ما عدتش مستحمله يعني. فبدات ان انا احاول ادور على لبس حوامل. اكتشفت ان هو اولموست مختفي من السوق. هحط اني فاونديشن، طبعا هستخدم حبيبتي الهاوس لابس، عشان دي هي الفاونديشن الوحيده اللي انا بستخدمها بقالي فتره كبيره يعني. من ساعه ما جبتها تقريبا ما بستعملش غيرها، لانها فاونديشن حلوه فعلا. هحط بامب واحده بس، وهحاول اوزعها بايه. هي فين الفرشه؟ لا الفرشه يا لهوي، بصوا الفرشه دي محتاجه تتغسل ازاي، تكتلت من كتر الفاونديشن اللي عليها. شكلي هوزعها بايدي او ممكن بظهر اي فرشه. حاسه ان انا محتاجه فرشه، بس الفرشه بجد مش نظيفه. هحاول ان انا اعمل الفاونديشن حوالين البرونزر كده. هو اوريدي خلاص اختفى يعني من تغطيه مش مشكله. كنت بقول لكم ايه، فلبس الحمل مختفي من السوق يعني. حتى رحت محل كده معين كان بيبيع، كان عنده سيكشن بتاع حوامل اللي هو ماترنسي او كده. قالوا لي لا ما احنا شلناه. قلت له ليه؟ الناس بطلت تخلف ولا ايه يعني؟ ما اعرفش، ولا هو ما عادش موضه يعني، الناس بقت تلبس اي حاجه وخلاص. ما اعرفش، مش فاهمه حاجه. فده كان موضوع غريب. فانا يعني بقيت احاول اجيب لبس بقى كاجوال يعني، ولبس عادي يعني مش بتاع حوامل، بس يكون مناسب لشكل البطن اللي هيكبر يعني. فمثلا زي البلوزه اللي انا لابساها دي، هوريكم برضو تشوفوا شكل بطني بقى قد ايه دلوقتي. يعني المفروض مش كبير، خليني اعمل زوم اوت سنه. مش كبير قوي يعني، بس سنه يعني. فبحاول مثلا دي بلوزه كان يعني عشان هي هنا وواسعه من تحت، فهتاخد شكل الكيرف ده. بس يعني حسيت الموضوع غريب يعني، اللي هو يعني بنلغي لبس الحوامل من العالم مثلا ولا ايه، معرفش. اشتريت في برضو بيجز حاجات اونلاين بتبيع حاجة الحوامل. اشتريت بنطلون من اللي هو بيبقى فيه زي استك من عند البطن ده، ومش مريح ابدا يعني. جبته وانا كنت في الشهرين مثلا، وكان ساعتها على مقاسي، فمش عارفه هيقعد معايا 9 شهور ازاي. فده مثلا مش مريح خالص، وما لبستوش الا مرتين مثلا او حاجه كده. فبحاول مثلا اشوف ايه بقى، فساتين واسعه، حاجات اوفر سايز. الاوفر سايز اوريدي طالع موضه دلوقتي. فمثلا بشوف اي حاجه اللي هي لبس عادي بس هياخد شكل الجسم يعني طبعا. وبقيت ازود في اسمه ايه ده، في المقاس بتاعي يعني. لو انا بلبس ميديوم في العادي،
بقيت اجيب لارج، حاجه تقعد معايا مثلا اطول وقت ممكن قبل ما تتخزن في الدولاب من غير اي حاجه، من غير ما تتلبس. حاسه ان انا بقول لكم، حاسه ان انا مش عارفه احط ميك اب، حاسه ان انا بعمل حاجات غريبه عليا. بحاول اوزع الفاونديشن بالفرشه دي كده وادمجها بالسبونج، بس انا مش عايزه احط طبقات كتير عشان لما بيبقى فيه حبوب في وشي الطبقات الميك اب الكتير بتزود. يعني دلوقتي مثلا الحبايه دي مستخبيه او لونها مستخبي، بس لو زودت طبقات يعني بتزود التكستشر عليها. في حد كان سائلني، انا عارفه ان انا الفتره اللي فاتت ما كنتش بجاوب ولا على مسجات ولا على اي حاجه، بس في حد كان باعت لي على الفاونديشن بتاعت هاوس لابس دي ان هي بتكلكع او كده. دي يا جماعه احلى فاونديشن في تاريخ البني ادمين، فبجد وانتي مغمضه اشتريها. مش عارفه مين حد كان بيقول عليها انها بتكلكع او حاجه كده. طبيعي اي ميك اب في الدنيا لو انت عندك تكستشر في الوش، تكستشر هنا يعني فيه يعني مش لازم حبوب دي تكستشر، بس حتى لو مش حبوب، مسام، حاجات يعني بصوا مثلا دقني عامل ازاي، يعني اسمها مش بقع، بقى حاجات مبقبقه كده، فقاقيع او ما اعرفش اسمها ايه، تكست يعني في حاجه في الجلد، ما هوش ناعم. كل اي نوع ميك اب مهما كان حلو او وحش هيعمل تكستشر، هيبين التكستشر دي. بس الفرق بقى ما بين يعني الحاجه الكويسه والحاجه اللي مش كويسه ان هي هتبينها قد ايه، هي في الاخر هتبان بس هتبينها قد ايه، هو ده الفرق. فانا بالنسبه لي فاونديشن هاوس لابس من الحاجات اللي فعلا اشتريها وانا مغمضه، وتنفع مع بشرات دهنيه وتنفع مع بشرات جافه، لان هي فيها سنه جلو. فاللي بشرته دهنيه مش هتبقى مزيته قوي وهيبقى فيها ثبات، واللي بشرته جافه هتدي جلو وفي نفس الوقت برضو فيها ثبات. فدي حلاوتها بصراحه. يعني شايفين خلاص انا كل ما اجي ادمج الفاونديشن او البتاع على الحبايه بترجع تظهر تاني. فهو يعني هحاول احط الطبقه دي وخلاص، ومش هاجي جنبها اكتر من كده عشان كل ما احطه كل ما تحاول تتحرك من عليها. فانا هسيبها زي ما هي كده. هحاول ازود شويه من الكونسيلر، هنضف بس الفرشه من الفاونديشن وهزود شويه من الكونسيلر ده. هو التغطيه بتاعته يعني تعتبر ميديوم كفرج، فمش اكتر حاجه فول كفرج، بس في نفس الوقت بتدي تنوير حلو قوي تحت العين. وهكتب انواع المنتجات اللي انا بستخدمها في الديسكريبشن عشان اللي حابب يعرف، حتى لو الحاجه مقطعه هكتبها بس عشان الناس اللي عايزه تعرف تلاقي المنتج مكتوب. بس يا رب افتكر اصلا، عشان كل مره بقول كده وبنسى ان انا احط اسامي الحاجه. بس فده بالنسبه لللبس. دلوقتي بقى بما ان طاقتي بدات ترجع شويه، بدات ان انا اخش المطبخ، بعمل حاجات اللي هي سريعه، فراخ بانيه ومكرونه، مش عارف حاجه تكون متبله جاهزه على الشوي، حاجه تتحط في الاير فراير بسرعه في نص ساعه تخلص كده. ما بعملش اللي هو طبيخ لان انا اولا لسه مش مياله قوي للخضار، لسه مش عارفه ارجع للخضار، بس يعني بحاول، بس احسن من الاول يعني. اتليست مش كل الايام بناكل من بره، يعني في ايام بناكل من بره لسه، بس ايام تانية بناكل اكل بيتي. فهحط باقي الكونسيلر اللي على السبونج على عيني كده، نغطي الغمقان ده. بس ونفسي مقطوع زي ما انتوا عارفين. وان شاء الله الهدف ان الاسبوع الجاي ابدا ارجع للتمرين تاني، عشان ابدا ارجع اتحرك شويه، تمارين اللي هو عاديه، مش هرجع بنفس التمارين اللي انا كنت بعملها الاول. فين بقى الفرشه؟ بس فكره ان انا احرك جسمي علشان يعني طبعا كده في وزن هيزيد، بس في نفس الوقت عدم الحركه خالص مش مفيده او مش صحيه خالص عامه، بالذات للحامل يعني. وطبعا الحركه بتخلي هوب ان شاء الله، يعني ربنا يسهل وتبقى بتسهل الولاده، يعني متخليهاش فيها اي صعوبات. فالهدف ان انا احافظ على صحتي، جسمي يتحرك عامه، وحاول الوزن ما يفلتش مني لان هو هيفلت كده بس هحاول ان انا اسيطر عليه
يعني المفروض بيقولوا، الله انا مش عارفه الكلام ده حقيقي ولا لا، بس بيقولوا ان الصح او زياده الوزن الصح او الصحيه في الحمل بتبقى من 10 ل 12 كيلو. فانا هحاول ان انا افضل في الرينج ده، ما زودش عن كده لان انا عشان قصيره كمان، فانا لو تخنت عن كده هيبقى شكلي كوره متكوره ماشيه على الارض. حطيت انا نسيت اقول لكم اصلا البرونزر ايه. البرونزر والبلاش من براند سيمي هيز، دي بتاعه بنتين فلسطينيتين اسمهم، واحده اسمها سيمي واحده اسمها هيز. فده البرونزر بتاعهم اسمه سكين سويد ميلتنج برونز بالم، هو زي كريم برونزر كده. دي درجة نمرة 5 ميبل. والبلاش هو عبارة عن 2 بلاشز في واحد، الاتنين كريمي بس واحد الفينش بتاعه مط وواحد دوي. يعني ده المط شايفين ما بيلمعش، التاني بيلمع، يعني اللي على الصباع الطويل هو اللي بيلمع، شايفين بقى اللمعة باينة، بس هما تقريبا نفس الدرجة. الدرجة دي اسمها نمرة 4 كانيون. فانا حطيت الناحية المط الاول لان انا بحب احط اللي بتلمع فوق المط على اساس انها تبقى زي الهايلايتر يعني. وهحط شوية كده على مناخيري، بحب شكل السان كيست يعني لوك. مش عارفة بصراحة هكون بضحك عليكم لو قلتلكم ان انا هعرف ارجع يعني انتظم في التصوير ولا لا. طبعا في اولويات بتتغير وتفاصيل الحياة اليومية عامة برضو بتتغير. مش عارفة احط باودر ولا لا، حاسة ان انا مش عايزة قوي، بس هحط خفيف كده على، انا بستخدم الهدى بيوتي اللي هي الصغيرة دي الايزي بيك. فزي ما بقولكوا لسه مش عارفة، يعني الهدف ان انا يعني اتليست مثلا مرة كل اسبوع انزل فيديو، بس ما اقدرش اوعدكم بحاجة لان انا نفسي انا مش عارفة، يعني مش عارفة كل اسبوع مختلف بصراحة، من ناحية الشغل، من ناحية ظروفي الصحية، من ناحية حاجات كتير قوي. فمش عارفة هنتظم ولا لا. نفسي يعني الهدف ان انا انتظم، بس مش عايزة اقول ان انا بجد هنتظم وفي الاخر ما انتظمش وابقى بضحك عليكم. هحاول بس ما فيش وعود باي حاجة عشان ما اضحكش عليكم. لان انا بحب، يعني انا بحب ان انا اصور، بحب احط ميك اب، بس يعني مش محتاجه اقول لكم ان الاولويات في الظروف دي بتتغير خالص. بس يعني انا عايزه افضل عندي هوايه بعملها، وما تحولش بقى للام اللي هي مكرسه كل حياتها للبيت والعيال وبتنسى نفسها. انا مش عايزه ابقى هذا الشخص طبعا، يعني احنا لسه بدري قوي على الكلام ده، بس انا يعني الهدف ان انا يعني ليا حاجه بتاعتي انا بعملها لوحدي، ده الهدف. يعني معرفش الزمن هيودينا لفين، بس ده الهدف. عايز احط شويه من الباودر تحت عيني وفوق عيني. وطبعا بالنسبه ان انا اشتري ميك اب جديد، نفسي بصراحه، بس الواحد دلوقتي المصاريف هتتحول لحتت تانية خالص فلو في فرصه ان انا اشتري ميك اب جديد هشتري واعمل لكم ريفيو عليه. يعني هقول لكم مثلا في انفلونسر، يعني بصراحه انا مش بتابع الانفلونسرز والميك اب ارتست المصريين خالص، بس بالصدفه كده لقيت 2 براندز جداد من انفلونسرز مصريات. واحده اسمها منى الفكهاني، منزله ايلاينر ستامب، يعني هو ايلاينر بس اللي هو ختم، يعني بيتعمل وينج ختم انك تختمي شكل الوينج كده. فده ممكن اجيبه واجربه. وفي ميك اب ارتست برضو اسمها سالي رشيد، منزله ليبستكس 3 ليبستكس، فبرضو دي حاجه ممكن ابقى اجربها. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتم مهتمين، عشان لو انتم مش مهتمين اصلا هكبر دماغي بصراحه لان عندي ميك اب كتير اوريدي مش محتاجه، بس لما بشتري حاجه ببقى عشان اعمل لها ريفيو، بالذات في ان انا الظروف دلوقتي هتبقى يعني في اولويات في المصاريف هتتغير خالص. ف يعني ده اللي انا بفكر فيه. لو انتوا في برودكت معين او حاجات مهتمين بيها، ساعتها انا مش هقصر وهجيبها وهعمل عليها ريفيو. هحط باودر برونزر على عيني كده كانه اي شادو. لو في برضو حاجه سكين كير مثلا او كده انتوا عايزين اجربها، حاجه تبقى يعني مش حاجه اللي هي ممكن تبوظ لي
بشرتي اكتر بصراحة. السكين كير المصري انا مش ناوية، ما عنديش اي نية ان انا اجربه، لان بصراحة مش هكدب عليكم ما بثقش في اي صناعة مصرية بالذات في الحاجات دي. وانا اصلا بشرتي يعني مش ناقصة، يعني هي اوريدي بتتحسس من اي حاجة، من الهواء الطاير يعني. فبصراحة مش ناوية ان انا اجرب حاجة مصري. لو في حاجة كوري مثلا سمعتوا عنها وعايزين يجربها ما عنديش مشكلة. طبعا البرونزر يعني البلاش لسه باين شوية، بس هزود من الباودر برونزر ده عشان كده اختفى. بس هي دي الابديتس بتاعتي الفترة اللي فاتت كلها، يعني اتمنى تكون اخبار فرحتكم زي ما هي فرحتني، وما كنتش قلقتكم عليا يعني كتير، وما يكونش الفيديو طويل قوي. انا حسيت ان انا اديت احسن ما كنت متخيله، كنت حاسه ان انا هقطع كتير بس يعني طلع مش كتير، او انا حاسه كده. ممكن وانا بعمل اديت اقول هي مالها بتأهه كده ليه كتير، بس احسن مما توقعت يعني. كده رجعت شويه برونزر. البلاش بقى بفكر في حاجه احط، اللي هو البلاش لسه باين شويه، بس ممكن بالسبونج كده اخد الناحيه اللي بتلمع من البلاش ده واحطه فوق الموجود، يدي لمعه يعني، يزود بلاش ويدي لمعه. هو مش باين ليه السبونج شربت كل حاجه، بس ازود كده اجرب تدي لمعه زي الهايلايتر. لا انا اعملها بصوابعي احسن، كده احسن. بس انتوا احكولي في الكومنتس ال3 شهور دول كانوا عاملين ايه معاكم، لو انتوا كويسين وصحتكم كويسه. بس حاسه ان انا خلصت كل الكلام اللي عندي. الكومبو ده حلو قوي، هو غامق سنه بس يعني ممكن نخليه مش غامق قوي. الليب جلوس بتاع هدى بيوتي، ودي شيء اسمها ايه، بومشل. وده الليب لاينر في درجه اسمها بينكي براون. مش عايزه امسح الليب بون. ما بطلت احط ماسكارا علشان بجد غسلها بقى رخم قوي وصعب، فبقيت بسيب عيني كده، كسل يعني. في اولويات للوقت الواحد بيستخدمها بذكاء اكتر. فده هدى بيوتي ليب لاينر، هو كانه لون شفايفي بس على بينك شويه. واخد بقى الليب جلوس، هحاول اخففه لان هو درجه غامقه شويه، تحسوها مناسبه اكتر للخريف يعني، فهخففها على الاخر واحط. هو ليه انا راسي مقطوعه كده؟ يعني لما بيتخفف على الاخر كده بيبقى نفس لون الليب لاينر تقريبا. بس كده، وده الفينيشت لوك كله يعني. صراحة حتى لما انا بقيت مع نفسي بحط ميك اب بيبقى هو حاجة شبه كده، ما بزودش خالص. يمكن بقلل يعني، ممكن احط ليب بالم بس مش محتاجة ليب لاينر وليب جلوس. وبرضو ساعات كتير بسكيب الحواجب خالص، بكتفي بالخدود والوش وشكرا على كده. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكون الاخبار عجبتكم واللوك عجبكم، مع ان هو لوك عادي جدا، بس اتمنى يكون اللوك عجبكم. زي ما قلت لكم، لو عندكم اي اسئله على اي حاجه، على برودكتس، على الاخبار اللي انا قلتها لكم، على اي حاجه، اكتبوا لي في الكومنت سيكشن داون بيلو، وانا هحاول على قد ما اقدر ارد على الكومنتات اللي بعتت لي الفتره اللي فاتت، لان ما بصيتش على اي حاجه. والمسجات والناس اللي سالت عليا، بجد شكرا بجد ان انتوا فكرتوا فيا اصلا. وهحاول زي ما وعدتكم، هحاول ان انا انزل فيديوهات، يعني هحاول انا واحده واحده كده ارجع للجروف بتاعي تاني. وبس thank you so much for watching and I'll see you in my next video. باي، ان شاء الله في الفيديو اللي جاي لو في